رمضان بقى وعزوماته الجميلة اللي بتشرف ده، كل سنة وانتوا طيبين. هنعمله مع بعض بقى احلى بطاية واحلى كفتة كده تشرفك في العزومات، وطاجن البامية بقى باللحمة الجميل الخطير ده. وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوني دعموني في القناة والاشتراك واللايكات اللي بتفرحني. هنبدأ كده مع بعض على طول. زي ما انتوا شايفين كده بقى حطيت حلة على النار، هنزل كده بالتوابل بتاعتي، حبهان وقرفة وورق لوري. كل ده كده يطلع ريحته الاول، بحب الخطوة دي تطلع التوابل تطلع ريحتها. ونزلت كده بالبطاية، طبعا هنزل كمان بالطماطم، اشوح ده كله كده مع بعضه، بحب الخطوة دي قوي. وهنزل كده بالبصل، بصلايه كده مكعبات، والتوابل بتاعتي بقى اللي هو الفلفل وبهارات الفراخ، كل ده كده مع بعض ويشوح ويطلع ريحته. بعد كده بقى هزود المية بتاعتي لحد المية كده ما تبقى مغطية البطاية. طبعا بحط فص توم بيطلع ريحته كده جميلة، ومعلقة سكر كده. الخطوة دي جميلة، بتخلي البطة تستوي معاكي على طولها، واللحمة يعني مش بتاخد وقت. نزلت بقى وسبتها بقى، طبعا زودتها ميه وسبتها ان هي تستوي كده ايه على نار هاديه كده اول ما تغلي، وبعد كده توطي. نزلت بقى كده بحله تاني فيها اللحمه بقى بتاعه الطاجن الباميه. شوحت اللحمه كده كويس مع التوابل وملح وفلفل طبعا وحبهان وورق لوري. كل ده كده يتشوح مع بعض عشان اللحمه ما تنزلش ميتها يعني. شوحت كل ده كده مع البصل كويس. وهنزل كده بقى بمعلقه توم صغيره، بتخلي اللحمه كده جميله وبتطلع ريحتها كده وبتبقى تحفه، وقرن فلفل كده اخضر. وبعد كده نزلت بالطماطم بتاعتي، هسيب كل ده كده يغلي مع بعضه، اللحمه تتشوح يعني مع الطماطم والتوابل عشان تخش في السوا. طبعا تبلتها كويس وهسيبها ان هي تغلي زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت لها بقى معلقه سكر صغيره عشان ما تاخدش سوا كتير. ما خدتش معايا سوا كتير خالص يا جماعه، خدت معايا ساعه الا ربع. بعد كده بقى زودتها وسبتها تغلي كده مع بعضها كده لحد ما تستوي. بعد ما استوت معايا بقى هنزل بالباميه كده زي ما انتوا شايفين، هقلبها تقليبه بس صغيره. ونزلت كمان بمعلقه فلفل احمر بتخلي الباميه جميله يا جماعه، والثوم، وحطيت لها توابل. بعد ما غلت كده معايا غلوه بس بسيطه، نزلت بقى كده باللحمه بتاعتي والباميه في الطاجن. واحلى طاجن باميه بقى طبعا لو عملتوه بالخطوه دي. طبعا بتحطي كده اللحمه والباميه بتاعتك في الطاجن وتهزيه كده كويس. وبعد كده دخلته الفرن. هبدا بقى معاكم على طول في الكفته. طبعا بقى انا فرمت البصل بتاعي في الكبه زي ما انتم شايفين كده، وحبيت ان انا اوريكم ان انت لازم تعملي الخطوه دي، تصفي كده البصل بتاعك عشان ما يبقاش فيه ميه والكفته ما تفكش منك. وبعد كده حطيت البصل على اللحمه، ونزلت كده بمعلقه توم صغيره ومعلقه فلفل احمر والكزبره بتاعتك والتوابل بقى ملح وفلفل وبهارات لحمه. ما حطيتش اكتر من كده عشان خاطر تحس بطعم اللحمه كده، ما تبقاش كلها توابل. والكزبره زي ما انتوا شايفين. وهقلب ده كله كده مع بعضه كويس. بعد ما قلبت ده كله كده مع بعضه بقى كويس، لازم الخطوه دي كده عشان خاطر اللحمه ما تفكش منك. حطيت لها بقى كده فحمايه. حبيت ان انا احط اعمل الخطوه دي عشان انت لو مش هتشوها على الفحم الخطوه دي بتغنيك عنها، وبقت طالعه جميله وريحتها قلب البيت والله. حطي بقى معلقه زيت كده وتغطيها. اللحمه بتشرب بقى من الفحمايه وبتبقى جميله جدا. وجبت بقى كده صينيه بتاعتي، حطيت فيها بصلايه وطماطميه كده قطعتهم كده طرنشات او جوليان زي ما تحبي. وجبت بقى الميه بتاعه البصل بتاعتي، كنت متبلاها، حط لها ملح وفلفل مش اكتر من كده. مسكت بقى اللحمه زي ما انتوا شايفين كده، صبحتها كويس. وطبعا بتبلي ايديكي كده من ميه البصل بتطعم اللحمه وبتطلع معاكي جميله. وتعملي زي ما انتوا شايفين كده. عملت الكميه بتاعتي كلها وحطيتها في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بوريك ان دي ميه البصل يعني. ودخلتها طبعا الفرن، ما اخدتش معايا وقت كتير خالص، ما اخدتش معايا ربع ساعة، اقل كمان من ربع ساعة طبعا على الشبكة في النص الفرن. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي بقى عملت معاكم العصير اللي انتوا شايفينها ده كده، برتقان وتمر هندي ومانجا. طبعا ضربت المانجا خليتها تقيلة مش خفيفة عشان الخطوة دي، والفراولة ضربتها برضو خليتها تقيلة. وحطيت كده الشكل كده زي ما انتوا شايفينه، مانجا على فراولة، طبعا شكلها جميل وتشرفك كده في العزومات.
لو عاوزين تعرفوا انا عملت العصير ده ازاي اكتبولي وانا هنزله لكم. شايفين شكله يفتح النفس، شكله جميل. ما تنسوش بقى تدعموني في القناة واللايك والكومنتات الحلوة. وزي ما انتوا شايفين بقى الاكل كده يشرف. احلى طاجن بامية، والبامية اللحمة مستوية وجميلة، والكفتة كانت تحفة يا جماعة، والبط كده زي ما انتوا شايفين. وعملت بقى طاجن رز معمر ومخروطة، والسلطة طبعا والشيبسي، حاجة تشرفكم كده. وكل سنة وانتوا طيبين وبالهنا والشفا، واشوفكم على خير ومع السلامة.